هو انا بس اللي بيحصل لي كده ولا في ناس زي كتير؟ انا في حقبه من الزمن اتمسحت من ذاكرتي. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ تعالى ده في بلاوي. انا النهارده هعمل لكم حلقه ميكس بين برنامج تعالى ده في بلاوي وبين برنامج مش محتوايا بس معايا ترند حكايه. انا النهارده معايا بلوه تخصني، والصراحه انا كنت متردد اطلع اقولها لكم ومش عارف هل في زي كتير ولا لا. بس قبل ما احكي لكم البلوه تعالوا وانا بحكي نفتح الكراتين اللي انا جايبها دي، وبيقولوا انها بتكسب ذهب وفلوس، فوانا بحكي لكم هنفتحهم ويا عالم يمكن ربنا يعوضني عن البلوه اللي عندي باني اكسب ذهب مثلا. يلا بينا هنبدا بسيد الناس. البلوه اللي عندي يا جماعه انا اكتشفتها من قريب مش من بعيد، وبقيت اسال نفسي هو انا ليه بيحصل لي كده؟ في الحقيقه في فتره انا ناسيها يا جماعه من ذاكرتي. اكتشفت من كام يوم ان ابويا وامي ربنا يخليهم لي ويحفظهم لي يا رب قاعدين بيفكروني بحاجات وانا صغير، مش وانا بيبي، لا وانا صغير مثلا 10 سنين 12 سنه، بيقولوا لي فاكر انت كنت عملت ايه على الحيطه ورسمته؟ قلت لهم انا؟ طب فاكر لما عملت مش عارف ايه؟ انا اقسم بالله ما فاكر حاجه. كسبنا حاجه في اول كيس 5 جنيه. اكمل لكم. في فترة من حياتي أنا حرفياً ما بقتش فاكرها، تحسوا إنها اتفرمطت من ذاكرتي. وأنا مثلاً في ابتدائي وأنا في إعدادي وأنا في ثانوي مش فاكر. أنا اللي أعرفه الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر لما بيتفرمط يا جماعة بتفضل عليه الحاجات بتاعتك، يعني مش بتتمسح، بدليل إن لما حد بيفرمط هارد بالغلط بيروح لبتاع الكمبيوتر يقول له معلش رجع لي الداتا، وبيرجع له الداتا عادي جدا. أنا اللي عايزه بقى يا جماعة حد يرجع لي سنين من عمري أنا مش فاكرها. هو مش عقلنا ده زي الهارد ديسك؟ ولا هو بيعمل فورمات كل 10 سنين مثلا؟ انا بيقابلني ناس زمايلي في الشارع يقولوا لي يا ادهم ازيك وعامل ايه؟ انت مش فاكرني؟ اقول له اقسم بالله ما فاكرك. انت مين؟ يقول لي ده احنا كنا في فصل واحد، ده احنا كنا بنقعد جنب بعض، ده انا ياما اديتك سندوتشاتي، انا خدت سندوتشاتك. ويفضل يفكرني ويقول لي على احداث ومواقف انا مش فاكرها. يا جماعه طفولتي راحت فين؟ ايام الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعه كمان، انا في مواقف يا جماعه مش فاكرها تماما، فاضيه. هل انا يا جماعه لوحدي اللي بحس بكده ولا انتوا زيي؟ انا نفسي دكتور يرد عليا. هل انا مريض يا جماعه؟ هل انا عندي مرض الزهايمر مبكر؟ انا ازاي في احداث في حياتي مش فاكرها؟ بالرغم من ان في مواقف انا مش قادر انساها، وكنت صغير على فكره، بس مواقف مش لطيفه، مواقف مش حلوه. بس المواقف الحلوه اللي انا اصلا مش فاكرها هي اتمسحت من ذاكرتي. طب هي راحت فين؟ هل ممكن نعمل استبدال؟ يعني ممكن بعد اذنكم تعملوا لي استبدال بالمواقف الوحشه بالمواقف الحلوه اللي هي اتمسحت من ذاكرتي؟ هل ممكن انزل في عقلي نسخه ويندوز جديده مثلا؟ هو في حد بيحصل له كده يا جماعه؟ في حد ناسي ايام واسابيع وشهور وسنين من حياته مش فاكرها؟ للاسف انا في مواقف كتير جدا مش فاكرها وزعلان. واضح ان الكرتونه دي فيستك يا معلم، هي جت عليها، ما الحياه كلها فيستك، حتى البسكوته فاضيه ما فيهاش ورقه حتى. انا نفسي بجد دكتور يرد عليا. دي كسبانه كرتونه طالع فيها 5 جنيه، حتى البسكوت مش عايز يكسبني حاجه، بسكوت ناسي يكسبني ذهب. ما علينا، اخر بسكوته كسبانه يا جماعه. كسبانه ايه الله اعلم، 5 جنيه كمان الحمد لله. تعالوا نفتح لبان بامبو اي اسماء. في موقف حصل لي بقى محرج جدا في البلوه اللي انا عايش فيها دي، وانا ما بقتش عارف اعمل ايه او اقول ايه. كنت مره في مول وقابلني واحد صاحبي من ايام الجامعه، هو شافني وشفته عرفني، انا ما عرفتوش. في مكسب يا جماعه في بومبو ده، مش عارف مكسب ايه، 50 جنيه مكسب بومبو حلو، هاتوا بومبو. لما انا ما عرفتوش ما بقتش عارف اخد موقف. هل الف ظهري وامشي واعمل عبيط، ولا اروح واقول له معلش اعذرني انا فاكرك بس مش فاكر؟ وخدت القرار يا جماعه اني هلف وامشي. هعمل ايه؟ لفيت وماشي لقيته بينادي عليا يا ادهم، يا دي الليله البيضه. ما بقتش عارف اعمل ايه، كملت اني عبيط ومن بنها ومشيت وهو مستمر. قلت ما بدهاش، اهلا ازيك عامل ايه؟ وانا طبعا ما اعرفوش، انا فاكر شكله بس انا مش فاكر هو مين واسمه ايه وكان معايا فين في الجامعه، انا مش فاكر، بس انا فاكر الوش ده. ويا حبيبي يا ادهم وحشني واحضان وبوس. المهم هو شك شويه كده، شك اني مش عارفه او مش فاكره، فقال لي انت مش عارفني؟ قلت له لا ازاي يا راجل، ده يا جدع ده انت حبيبي، ده احنا كنا مع بعض كده اهو. قال لي لا شكلك مش عارفني. قلت له يا جدع ما تقولش كده عيب، ده انت فاكر لما كنا بنقعد في الكافيتيريا في الجامعه؟ قال لي لا انا ما بقعدش على الكافيتيريا. قلت له لا مش الكافيتيريا اللي على القهوه، بره الكافيتيريا. قال لي انا ما بقعدش على قهاوي. قلت له يا عم بصراحه انا مش فاكر. قال لي يا عم عادي يا عم مش مشكله، كلنا بيحصل لنا المواقف دي وبننسى. انا فلان الفلاني كنت معاك في كذا مش عارف ايه وايه وجاب لي بقى ايه، بصوا قال كل حاجه. ها افتكرت؟ قلت له لا ما افتكرتش، انا ما افتكرتش، انا وشك عارفه بس انا مش فاكرك.
المهم الراجل احرج تماما ان انا ازاي مش فاكره، وقال لي عموما انا مبسوط ان انا شفتك يا ادهم وخلينا نتواصل. قلت له تمام والله اعذرني، بس انت عارف بقى الجواز والعيال والمسؤوليه وبتاع. قال لي يا عم ما انا عادي متجوز برضه، بس واضح ان انت تعبان في دماغك. قلت له ايه؟ قال لي لا يعني واضح ان انت عندك مشكله يعني في الذاكره وكده. كسبنا في الكيس ده 5 جنيه. المهم انا اتكسفت قوي يا جماعه من الموقف ده. اليوم ده كان يوم غريب ويوم عجيب انا مش عايزه يتكرر تاني. خرجت من المول والله العظيم يا جماعه مش هتصدقوا، قابلت واحد تاني بالصدفه، بس المره دي الذاكره مش قادره تجمع لا شكله ولا اسمه ولا هو مين، بس انت في عندك احساس كده ان الشخص اللي عينك جت في عينه ده انت عارفه ازاي ما تعرفش. كان جاي في وشي، طبعا ما لحقتش لا الف ولا اجري. يا ادهم ويا حبيبي وحشني واحضن وبوس يا جدع والله العظيم ده انا بقالي عمري يا جدع ما شفتكش، انت فين؟ قال لي الدنيا بقى والزمن والحياه قلت له والله وانا برضو العيال لخ مني اديك شايف. الحمد لله انا مبسوط ان انا شفتك، وسابني ومشي. انا من ساعتها يا جماعه بقيت زعلان من نفسي قوي، بقيت مش عارف اعمل ايه. انا بقيت خايف ان انا كمان 2 3 سنين انسى انا مين، انسى الناس اللي حواليا. هو انا يا جماعه محتاج اتعالج؟ انا بجد انا عايز دكتور يرد عليا، انا فيها مشكله. ازاي الحاجات بتتمسح من ذاكرتي بالشكل ده؟ ازاي مش قادر افتكر الناس دي؟ ازاي مش قادر افتكر المواقف اللي انا عشتها؟ ريحه اللبان ده حلو قوي. المهم موقف تاني انيل بقى من دول. كنت لسه ما اتجوزتش وقابلتني واحده زي القمر، تقول للقمر انزل وطلعني مكانك. قابلتني كنت في وسط البلد، واول ما شافتني وشفتها طبعا انا كنت ببص على جمالها، لقيتها بتضحك لي. دي بتضحك لي، الله 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 الله، ايه اللي بيحصل ده؟ لا 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 لا، من نظره بس كده مش معقول. قربت عليا وبتقول لي ادهم فينك وحشني. قلت لها انت مين؟ انت مين؟ انا ما اعرفكيش، انت مين؟ هو انت عارفاني ازاي؟ ادهم انا فلانه، مش هقول اسمها عشان لو شافت الفيديو بالغلط ولا حاجه. فلانه مين؟ هو انا اعرفك؟ انا اعرف الاشكال دي ولا ايه؟ قالت لي نعم اشكال ايه؟ قلت لها لا يعني انا مش متوقع ان انا في حياتي الكوكب ده انا ما اعرفوش. قالت لي لا احنا كنا مع بعض في الثانويه العامه. قلت لها كنا مع بعض في الثانويه العامه؟ انا اللي اعرفه ان في الثانويه العامه بتلاقي كله بشنبه ولسه بيور يعني الكوكب ده جه منين؟ قالت لي بقى نفخت وشفطت ورفعت وشديت حاجات كده بسيطه. قلت لها يعني بجد انا ما شكلك اتغير خالص، ما غير الثانويه العامه خالص. وبقيت في نص هدومي مش عارف اعمل ايه، مش عارف هل انا كده بوظت الدنيا ولا اكمل ولا اعمل ايه. قفلت بقي وقلت لها انا مبسوط ان انا شفتك والله وسعيد جدا يعني لو اديتيني رقمك. قالت لي ايه؟ قلت لها لا يعني انا قصدي يعني مع السلامه مع السلامه، وسبتها ومشيت. خلصنا الكرتونه دي، هلم الحاجه ونفتح اللي بعده. تعالوا نفتح اسمه ايه؟ لاباليبو يا جماعه، لب لاباليبو اهو حلو يسلينا في الزهايمر اللي احنا عايشين فيه ده. في بلوه كمان يا جماعه اكبر واكبر من اللي انا حكيتها لكم عشان تعرفوا ان انا فعلا انا محتاج دكتور، انا محتاج علاج يرجع لي الذاكره. هو في علاج ممكن يرجع الهارد اللي اتفرمط في عقلي ده؟ هل ممكن اخد علاج كده دواء حقنه برشام يروح مرجع لي الهارد ديسك ده على الهارد ده فيبقوا هارد تيرا كله على بعضه ولا ايه؟ انا مش عارف، بس هحكي لكم البلوه اللي حصلت. جالي تليفون من صديق ليا انا فاكره وعارفه مش نسيه، واحد انا عارفه كويس. اتصل بيا وادهم وعامل ايه واخبارك؟ قلت له تمام والله. وحشني يا ابني ما بتسالش ليه؟ قلت له معلش بقى الدنيا انت عارف تلاهي. قال لي طيب بقول لك ايه، انا عايزك تقابلني النهارده. قلت له اقابلك ليه؟ قال لي هديك حاجه. قلت له يا ابني اخلص، حاجه ايه اللي عايزني فيها؟ قال لي يا ابني الفلوس بتاعتك جاهزه وعايز اديها لك. الفلوس بتاعتي؟ فلوس ايه حضرتك؟ قال لي يا ابني مش انا كنت مستلف منك قرشين؟ انت مستلف مني انا قرشين؟ امتى الكلام ده؟ قال لي يا ابني من حوالي 2 3 سنين كده. قلت له 2 3 سنين انت خدت مني فلوس؟ قال لي اه. قلت له الصراحه انا مش فاكر والله، انا ما اعرفش ان انا اديتك فلوس. وكانوا مبلغ مش رقم صغير. ونزلت وقابلته فعلا واداني الفلوس، وانا كنت محتاج اصلا فلوس في الفتره دي. فسبحان الله الزهايمر بيشتغل في حاجات غريبه، بس ما اعتقدش ان ده الزهايمر يا جماعه. انا بقى كان عندي حاجات عايز اعملها لو معايا فلوس، ولما هو اداني الفلوس وبقى معايا فلوس انا نسيت انا كنت عايز اعمل ايه، كنت عايز اجيب ايه او اشتري ايه. هو انا بس كده يا جماعه ولا في حد زيي؟ شكل الكرتونه دي هتطلع فيستك كلها حظ اوفر. حظ اوفر ايه؟ انا مش لاقي الحظ اصلا. دي كسبانه. ايه ده؟ طلعت كرتونه. حتى البتاع مش عايز كده تسيب، مفيهاش اي مكسب خالص البتاع دي ولا 5 جنيه حتى. مفيش حد يا جماعه قريبه دكتور مخ واعصاب يساله في الحاله اللي عندي دي هل فعلا ممكن ينسى فتره من الزمن كبيره جدا من ذاكرته؟ تحس ان انت جبت استيكه ومسحتها. حد عنده دكتور يا جماعه يساله؟ اما هي خسرانه مجبسينها ليه كده مش عارف حتى افتحها. بمناسبه الزهايمر اللي انا عايش فيه ده، كسبانه دي ولا كرتونه ولا ايه بالظبط؟
كسبونا حاجه بقى، مش كفايه اللي انا فيه. انا هخلص الكرتونه دي، مش حلوه، ما كسبتنيش اي حاجه خالص. اللي فيها ايه دي؟ دي 5 جنيه. اخيرا كسبتونا حتى 5 جنيه، لان انتوا عالم احنا بنشتري بفلوس. 5 جنيه اخر كيس، مفيش اي مكسب. 5 جنيه يا سلام، كسبونا هم، حسوا بيا اخيرا. صعبت عليهم، قالوا لي خد يا ادهم 5 جنيه تفرحك يا ابني، بس اوعى تنسى ان احنا كسبناه. بيني وبينكم انا هنسى اصلا. 5 جنيه كمان. تعالوا نفتح بامبو تاني. معرفش انا جبت كيسين ليه، بس كانوا قدامي قلت الراجل هاتهم اما نشوف قال نكسب دهب. الموقف بقى اللي انا عايز احكيه لكم بمناسبه فقدان الذاكره، ان انا عندي كمان مشكله في اني احفظ الارقام او احفظ التواريخ. الموضوع ده بالنسبه لي مش موجود. 5 جنيه. من اكبر المشاكل اللي بتواجهني ان انا اعياد الميلاد بتاعه الناس اللي حواليا القريبين مني انا ما اعرفهمش، مهما حاولت احفظهم ما بعرفش. طيب ارقام تليفونات، عمري ما احفظ رقم تليفون وعمره ما يثبت في ذاكرتي. هتسالوني ليه؟ هقول لكم ما اعرفش. عقلي ده او دماغي دي تركيبتها ايه؟ انا مش عارف. وهل الحاجات دي ليها حلول؟ يعني في حاجات مثلا بتقوي الذاكره، مثلا بتخلي عندك كده الميموري بتاعت ذاكرتك عاليه كده ونشطه وما تنساش بسرعه وتقدر تفتكر بسرعه، ولا انا هعيش كده وهكمل حياتي كده؟ مش عارف. 10 جنيه. الموضوع ده عامل لي مشكله في ان الناس تقول لي يعني ما قلتليش كل سنه وانت طيب يعني. اقول له والله يا ابني انا حافظ عيد ميلادي بالعافيه، انا ما اعرفش اصلا انت عيد ميلادك النهارده. والحاجات دي بتزعل مني ناس كتير. وفي مره من المرات موبايلي اللي عليه كل الارقام بخ، ولا ارقام ولا صور ولا فيديوهات ولا اي حاجه. طب وارقام صحابي وارقام الشغل وارقام اهلي وناسي وحبايبي بخ. قعدت سنه بجمع في الارقام دي تاني، عن طريق بقى اقابل فلان اقول له معكش رقم فلانه، يقول لي معايا. طب رقم فلان، يقول لي معايا، وهكذا. كل ما اقابل حد اساله عن رقم حد علشان يديهولي. هتقول لي يا ادهم انت محتاج اجنده تكتب فيها الارقام وتكتب فيها الحاجات اللي انت خايف تنساها وتراجعها كل فتره. بس الاجنده دي يا جماعه لو بقت 500 صفحه مثلا، هل انا هقعد اراجع واقرا 500 صفحه؟ مستحيل. 5 جنيه. فمحدش يقول لي حل ان انا ادون بقى واكتب الحاجات دي في ورق، لان انا ما عنديش خلق اصلا ان انا اقرا. حد عنده حلول يا جماعه اللي انا فيه ده؟ ما هو اكيد في حل، بس ايه هو؟ انا ما اعرفش. الكرتونه دي فيستك، هي طلعت لنا كام؟ انا والله نسيت، انا مش فاكر هي طلعت لنا ايه. قولوا لي والنبي يا جماعه في الكومنتات، هو انا بعمل ايه؟ انا مش عارف. الموضوع ده عامل لي هوس يا جماعه جامد قوي، بان انا عمال انسى حاجات وان انا دماغي مش بتفتكر. ده عامل لي كده موضوع صعب، محدش هيحس بيا الا اللي عنده الموضوع ده. مفيش مكسب، مفيش مكسب، مفيش حاجه بتكسب ليه؟ اخر 3 اكياس هفتحهم ورا بعض عشان انا تعبت. كلها خسرانه. ما انا ما اعرفش هي طلعت لنا حاجه. طلعت لنا 5 جنيه. هي طلعت كام؟ اقسم بالله ما فاكر. هلم. تعالوا نفتح فالنتينو. انت جيت يا فالنتينو؟ اصيل يا فالنتينو. موضوع النسيان ده موضوع صعب قوي يا جماعه، يا رب ما حد يعيش. 5 جنيه لفينها على البسكوته بشكل غريب مريب عجيب والله. اهي 5 جنيه عذاب علشان اطلع ال 5 جنيه. اللي بعد ايه دي 50 جنيه مطبوعه. 50 جنيه مطبوعه على ورقه. اللي بعده فاضيه. اللي بعده على طول يا جماعه فاضيه. 5 جنيه برضه ملصمينها يا ربي. اللي بعده. طبعا يا جماعه ركزوا معايا لان انا نسيت احنا فتحنا ايه وطلعنا ايه. يعني لما نخلص اكتبوا لي كده في الكومنتات احنا كسبنا ايه. وما تنسوش طبعا يا جماعه اللايك والكومنت اسمها ايه والسبسكرايب، واعمل شير، اعمل اي حاجه. 5 جنيه. اللي بعده على طول. انا والله من اللي انا فيه مش قادر احكي حاجه تاني. فاضيه. نكسب حاجه بقى، نكسب ذهب بقى. فاضيه. كله فاضي. شفتوا بلاوي اكتر من كده؟ ما نصرف دم قلبي وهم يطلعوا لنا 5 جنيه و10 جنيه. مفيش بلاوي اكتر من كده. فاضيه. كله فاضي. راسمين 100 جنيه على ورقه، راسمين 100 دولار على ورقه برضه. محمد صلاح بنحبك يا صلاح. هلم. اخر كرتونه معانا لاباليبو. طبعا يا جماعه اللي ما اتفرجش على اول فيديو وتاني فيديو وتالت فيديو ورابع فيديو اللي انا نزلتهم عندي على القناه، انا كنت قايل ان انا هفتح 1000 كرتونه لو فيديو منهم وصل 20000 لايك، وتقريبا اعلى فيديو فيهم وصل 10000 او 11000 لايك تقريبا. فبالتالي النهارده هيبقى اخر فيديو في سلسله تفتيح الكراتين بتاعه الذهب والفلوس والياقوت والالماس. ولو الفيديو ده وصل 20000 لايك هتبقوا دبستوني ان انا اشتري 1000 كرتونه وارجع تاني اعمل لكم الفيديوهات دي. يلا بينا اخر كرتونه هفتحها على طول علشان نوفر وقت ومجهود. الفيديو هتلاقوه سريع. لو حاجه فيها مكسب هقول لكم كسبت ايه. كله حظ اوفر المره القادمه. دي كسبت 10 جنيه. 10 جنيه. دي كسبت 5 جنيه. اخر كيسين كلها خسرانه. كسبنا فيها 10 جنيه، كسبنا فيها 15. انا ما اعرفش احنا كسبنا كام يا جماعه. اكتبوا لي في الكومنتات احنا كسبنا كام، لان انا نسيت والله، نسيت فعلا.
عموما يا جماعه دي كانت حلقتنا النهارده. انا اسف على المود اللي انا فيه، لان انا طالع احكي بلوه صعبه بالنسبه لي. ايه التحليل العلمي للموضوع ده انا معرفش. عموما استنوني كل خميس في فيديو جديد، وبحبكم. باي باي. فين الذهب؟ مفيش ذهب. الحمد لله. اوعوا توصلوا الفيديو ده 20,000 لايك عشان انا مش عايز اشتري كراتين تاني خلاص. ارجوكم يا جماعه محدش يعمل لايك على الفيديو ده، علشان 1000 كرتونه هيبقوا مبلغ ضخم جدا. ممكن اشوف لو انا مسلف حد ولا انا مش فاكر. هشوف. اعمل لايك يا ابني، اعمل لايك. الحمد لله.